يعني بيتوجه سؤال حتى من بعض الكرد، يعني الباحثين كمان، انه طب يا اخي، هن عم يقولوا هيك، ما في دليل واحد على كردية الساسانيين، هيك عم يحكوا. كثير من المؤرخين متفقين على أنه المؤرخين الأكاديميين متفقين على أنه عائلة الساسانية عائلة كردية، وهذا الموضوع منتهي. هذول اللي بيبحثوا ويتكلموا عن الموضوع بطريقة إيش الدليل وإيش الدليل، هذول الناس اللي يعني مش متخصصين في التاريخ ولا أكاديميين. تقريبا والله أقدر أقول جميع غالبية المؤرخين متفقين، سواء كانوا إيرانيين سواء كانوا عرب سواء كانوا أجانب، على أنه الساسانيين من عائلة ذات أصل كردي، من أكراد فارس، كرداني فارس. وقتها كانوا الأكراد يعني موجودين في منطقة فارس بكمية هائلة، إلى درجة أنه لو تشوف خريطة اليعقوبي كاتب الأكراد هناك، ويعقوب يقول وغيره يقول فارس 5 كور و5 رمم للأكراد. الرم يسموه، الرم هو المراعي اللي في الجبال، اللي العشائر والقبائل الكردية كانت في فارس تروح وتجي. فيقول لك فارس فيها 5 مدن و5 مراعي كبرى، زوزان يعني مثل ما تقول للأكراد. يعني هم وأردشير الساساني من منطقة فارس ومن أكراد فارس، فهذا الموضوع منتهي. لكن يجون الناس جكارة فينا بيحكونا وبيسألونا كيف عرفتوا، كيف تأكدتوا، كيف كذا. يعني في كتاب كارنامي أردشيري، كارنامجي أردشيري بابكان، سيرة أعمال أردشير بابار، صراحة يقول إنه ساسان كان مع الرعاة الأكبار أكراد دائما في جبال أصفهان وجبال فارس، لغتهم كانت قريبة الكردية، طباعهم كردية. نعم أستاذ. يعني كارناميا اردشيري بابكان دبيجه من قصتك جو ساساني كردن، وناد بيجب يعني ما يقول هيك بطريقة مباشرة، هو يقول لأنه بعد ما الأسرة الساسانية وصلت إلى الحكم أردشير يقول نصا، يقول أدسازان هاي باللغة البهلوية أتكلم، از تهمجي دارايان بو. أدساسان وساسان، از يعني يعني جا يعني من، تهمجي تهمة احنا نقول تخم يعني سلالة، دارايان كان من نسل دارا الداري. مين دارا الداري؟ هذا يتحدث عن الملوك القدماء لإيران شهر. ودش خدايي الكسندر نياغان والريق ودنا الروشني يقول كان يخاف من جماعة الاسكندر. أبا كردان شبانا رفت، وذهب كان يذهب ويسير مع الرعاة الأكراد، شبان يعني شوان، مع الرعاة الأكراد. والموضوع يتكلم عن المنطقة، لما يذكر المنطقة اللي تدور فيها الأحداث يقول بارسوت سباهان. بارس يعني منطقة فارس اللي هي جنوب غرب إيران حاليا، منطقة شيراز. أتسباهان اللي هي أصفهان الحالية. هذه كانت يعني من مراكز القديمة جدا والأصيلة للكرد، واللي حاليا يسكنون فيها البختياري، عشائر البختيارية، والبختيارية كرد يعني. طبعا هلا الرسالة المنسوبة للزعيم الفارسي أو الملك الفارسي وقت وجه رسالة إلى أردشير، مو فارسي بالمناسبة، أردوان. إيه؟ أردوان مو فارسي، أردوان من البهلوج، من البهلوانيق، بهلة يعني أيضا من الكرد يا أستاذي، هو اسم. طب ليش بيقول، يعني إذا كانت الرسالة صحيحة، مثلا أيها الكردي المتربي في مراعي أو خيم الكرد؟ لأنه أصلا الأكراد نوعين، الأكراد ساكنين المدن وساكنين القرى، دائما بيشوفوا حالهم على الأكراد الكوتشر، هذا لحد الآن لليوم. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
صح، لليوم لليوم الكرمانجي بيقول هذا كوتشري. احنا الاكراد اهل المدن بنقول على الكردي اللي قديما انا سمعت الاكراد يعني يعيشوا على الحياه البداوه، بس الى قبل انا اتذكر جدتي تقول لما يجون القبائل الكرديه ينصبون خيامهم في تقول اجوا الاكراد الدشتكيه، يعني الاكراد في نوع من التصغير يعني، وهذول كل الاكراد الدشتكيه يكرهوا اهل المدن ويكرهوا هاي حقائق اجتماعيه يا استاذي. فاردوان سالار لا بالعكس، هذا اردوان سالار ايضا من بهلوان. البهلوان اللي هم البهلوان نسميهم البهلوان اهل ميديا واهل منطقه بهله، اللي هي شهرزور وكرمانشاه ومناطق سلندج وهاي كلها مناطق الري قديما همدان، هذول كلهم البهلوان. هو كان ملك بهلواني وكان ملك دوله عظمى، هي الدوله البارثيه يسموها، ولغتهم هي زواني بهلواني، اللي منها جايه كلمه اللغه البهلويه، اللغه اللغه الكرديه بامتياز، جده الكرديه بامتياز. كل كلمه في اللغه البهلويه القديمه نستعملها حاليا في منها كلمه سبي اللي بدينا فيها حلقتها، ومنها كلمه بياني اللي بدينا فيها حلقتها. سبي في الكرديه هي سبيد في اللغه البهلويه. سبيد ماذا تعني في البهلويه؟ سبيد ابيض، اللون الابيض، انت سبيد. حتى في كرامه اردشير بابا كان لما بابك يحلم باردشير، واردشير ابن بنته ومو ابوه وجده، فبيقول انه حلم انه ساسان بابيلي واراستكي سبيد نشستات. يقول حلم انه ساسان بابيلي على فيل سبيد اراستك. احنا لحد الان نقول اراستا يعني ضخم مربرب. سبيد نشستات، حلم انه ساسان جالس على فيل ابيض اراستا مربرب. هي الفيل طبعا كردي، بعرف انه بيل نعم، في اللغه البهلويه بيل نعم. ممتاز. لانه يا استاذي العزيز مع الاسف نحن ما عندنا حقيقه مؤرخين كرد اكاديميين ينشرون ابحاث حقيقيه عن هاي الممالك العظيمه اللي صارت مثل هاي، والناس معتمده على الشائعات. مثل ما حضرتك قلت اردوان الفارسي اللي قال هاي امور اجتماعيه وتاريخيه تدرس. لا استاذي، اردوان هو جدنا وساسان جدنا واردشير جدنا ومتابعين لنا، وكان فيهم اختلافات في الراي وقتلوا بعض، لكن هذا التاريخ يا استاذي. اردوان كان من اجداد الكرد، واردشير كمان كان من اجداد الكرد. انت قلت في نامجي اسمه باللغه البهلويه كارنامجي اردشيري بابي كان، ولا زلنا في كردستان الجنوبيه ننطقها كما هي، كما كتبت قبل آلاف السنين. كارنامجي اردشيري بابا كان. عم تقول انه بيرجع اردشير الساساني الى دارا. طيب نعم، داريان الداريان. نحكي قليلا عن داريان. الكتاب في هذا العصر كان يسمون الناس هون ككرد وكبارسيان. لما أقرأ في النصوص البهلوية نحكي عن ناس، 3 أجناس تهمنا هنا لما يورد ذكرهم بالمصادر البهلوية، هما بهلوان، بارسيان، كردان. وعندما ونسمع كلمة بارسيق، بهلوانيق، قرد. بارسيان هم أهل جنوب، وهذول كلهم عايشين في بلاد دينها هو الدين الزردشتي، ويسمون نفسهم إيران أي الآريين، وبلادهم يسموها إيران شهر يعني بلاد الآريين، ودينهم يسموه مزديسنا، وأحيانا يقولون بهدينان وهدينان أي الديانة الزردشتية. هذول يتقسمون إلى طوائف، تسكن في الشمال، تسكن في الجنوب، تسكن في الشرق. اللي ساكنين في الشمال، في شمال إيران شهر، في مناطق كردستان الحالية،
ومناطق الري اللي هي طهران الحالية ومناطق أذربيجان يسموهم البهلوان، بالعربية يسموهم البهلوج. والناس اللي عايشين في جنوب إيران شهر من أصفهان وجنوبا كرمان بارس يسموهم بارسيان، يعني أهل بارسا. والقبائل أولاد القبائل اللي تتنقل في جبال زاغروس هاي اللي بنسميه كردواري يسموهم كردان. وكلمة كرد هي محرف كلمة جرد في اللغة البهلوية، وكلمة جرد تعني هكذا ببساطة البطل، هيرو. جرد تعني البطل، ومنها نعم. الكرد. الكرد هي محرف جرد، يقولون جرد ويقولون كرد، وجمعها كردان. كلمة جرد تعني البطل في اللغة البهلوية يا أستاذ العزيز. لأنه ما في دراسة أكاديمية حقيقية لهالموضوع من باحث كردي، يحدث خلط عن جماعتنا الأكراد بين تاريخنا الحالي وذاك التاريخ اللي كان قبل 1400 و 1500 و 1600 سنة يا أستاذي. لما يقولون أردشير الساساني كان في فارس، إيه نعم فارس كان مرتع للأكراد حسب كل كتب التاريخ يا أستاذي. في كتاب اسمه فارسنامة كاتب البلخي، كتاب مصدري، يقول منطقة فارس هي يعني من منابع الأكراد لما يتحدث عن قبائل الأكراد في فارس وقبائل الشبانكارة في فارس. يجي يسأل كردي يعتبرهم فارسي، لا يابا احنا نتحدث عن تاريخ كان قبل 1500 1600، ما في مكان رقعة جغرافية اسمها كردستان يعني. لكن الكردان كانوا موجودين في كامل هذا إيران شهر، ومن أعمدة إيران شهر، ومنهم البهلوان ومنهم الساسانيين. طيب إذا أنا أقول لك أنا ما اقتنعت كمحاور طبعا، ها بتعرفني أنت كمحاور. نعم. أنا ما اقتنعت إنه لسه إنه الساسانيين والبهلويين، اللغة البهلوية الساسانيين كرد، ما اقتنعت. يعني لما أنت تقول سبي إيش سبي يعني في الكرمانجية الكردية؟ سبي هو البياض. طيب لما بكتاب عمره 1800 سنة مكتوب عن الدين الزردشتي يقول سبيد، هذا شو معناه؟ سبيد يعني أبيض، يعني نور. شو يعني ليش أنت تقول سبيد؟ ليش ما تقول كلمة أخرى؟ لما هذا اللي كاتب كتاب زردشتي قبل 1600 سنة يقول على الأبيض سبيد، ويقول على الفيل بيل، يقول على الكرة يقول جوج، يقول جوج بالبهلوية، جوج يعني كرة. لما يحكي عن نفسه يقول أز تو أما. أنت هسه بالكرمانجي لما تقول نحن شو بتقول؟ هو يقول أما. ليش بتحكي مثله طيب أنت؟ ثواني ما مستاء. لما نقول بالمستقبل، يعني أنا والأستاذ مشتاق بدنا نروح بدون ما أذكر مشتاق وعلي، عم نقول أمي هرن. هم يقولون أما بالضبط، ما بنقول أم هاي بحالة أنه تذكرها بشكل مفرد. أما إذا بدنا نروح للمستقبل الأمور المتلقية بقول أمي هرن. طيب لما يحسب يقول يك دو بالبهلوية، هاي الأعداد مكتوبة بالكتب البهلوية باللغة البهلوية قبل 2000 سنة و1800 سنة و1500 سنة قبل الإسلام. يعني لما نقرأ الأعداد يقول يك دو سي چهار پنج شش هفت هشت نه ده. طيب أنت ليش بتقول يك دو سي چار پنج؟ بس في شعوب ثانية كمان تقول. يا ترى نتيجة احتلال الميديين مثلا لأفغانستان وغيرها هن صاروا يحكوا مثلا؟ لا، أنت حاليا يا علي كولو وأنا مشتاق وكل الأساتذة الموجود ويانا كنا جزء من أمة دينية قديما، ما في أقوام، في أديان. قبل كنا جزء من كيان ديني، من أمة أكبر من الكرد والفرس والبلوچ
والجيلكيين كنا جزء من أمة كبرى. دينها الزردشتي لغتها البهلوية. بعد الإسلام، بعد ما أسلمنا، اجت هذا الانفصالات وأصبحوا شعوب متفرقة. فهذا التراث البهلوي ملك حقيقي والصرف إلنا، بدونه ما عندنا تاريخ. طيب احكي لي عن تاريخ الكرد قبل الإسلام ايش كان؟ تفضل. من احكي لي الإسلام اجى قبل 1400 وكسر سنة. طيب من 2000 سنة إلى 1400 500 سنة وين إحنا؟ وين تاريخنا؟ إذا ما نعتمد على الزردشتية والبهلوية، على إيش راح نعتمد؟ إذا ما نعتمد على الساسانية والدولة البارثية، الدولة البهلوية بهلوانية، على وين تاريخنا؟ طيب ما احنا في مشكلة حقيقية. المؤرخين تبعونا ما معالجينا. وين تاريخي أنا كردي؟ جدك في العصر الساساني شو كان؟ جدك يا علي كولو شو كان؟ جدي سايا خان أجداد وين كانوا؟ شو كانوا؟ وين تاريخنا؟ كديانة أو كتاريخ؟ كديانة، كدولة، كتراث، كفرهنج، كثقافة، شو كنا؟ كانوا زردشتيين متدينين بالدين الزردشتي والمانوي بعده أصلا. حلو. لغتهم ايش كانت؟ هي هاي اللغة اللي أنا بحكي فيها البهلوية، اللي هو كان بيقول سبيد، أنت ورا 1500 سنة بتقول سبيد. صح. وقبل هون الميديين وقبل هون الميتانيين، يعني حتى هلا الامور غير. طه باقر المؤرخ العراقي يلي بيحكي مثلا على الميدين وغير قبل الميدين طبعا الميتانيين الخوريين من يا أستاذي نحن في زاغروس منذ كهوف شانيدار. بالضبط. عشرات الآلاف من السنين احنا أهل زاغروس. لكن لازم نعرف تاريخنا، تتبع تاريخنا. خلينا نبلش من شانيدار، وراء القرى الزراعية في حسنلو، غير حسنلو، في قرمو اللي احنا بنسميه، في هاي المناطق كلها، وراء الهوريين، الميتانيين، الجوتيين، الكاشايين، الميتانيين، وراهم الميديين، وراهم الخامنشيين، البهلويين. لازم نعرف تاريخنا بنسق. نحن بننط على التاريخ. صح. جيوند يعني حياة. جي في اللغة البهلوية يعني حياة. جيوندق في اللغة البهلوية يعني الحي. جيوندق في نص بهلوي يقول ما جيوندق أذ مردقان وخازيت، ما جيوندق أذ مردقان وخازيت، لا تطلب الأحياء من الأموات. هذا نص مانوي. طبعا حكينا عن المانويين.